فلو سلام الله عليكم وحي في نصرتنا يديكم الله المكان يا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا ويا هلا فيكم يا هلا فيكم معانا ويا هلا كيفان تقول له معانا ويا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم ويا هلا فيكم معانا ويا هلا فيكم يا هلا فيكم كل يوم تعالوا شرفونا جربوا المتعة وشاركونا شاركونا كل يوم تعالوا شرفونا جربوا المتعة وشاركونا شاركونا كل يوم تعالوا شرفونا جربوا المتعة وشاركونا يا هلا فيكم يا هلا فيكم معانا ويا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم ويا هلا فيكم معانا ويا هلا فيكم يا هلا فيكم أحلى لحظة اليوم إني معاكم أحلى جمعة اليوم إن الله جمعكم أحلى لحظة اليوم إني معاكم أحلى جمعة اليوم إن الله جمعكم أحلى جمعة اليوم إن الله جمعكم يا نوال سلام الله عليكم وحدتي وشوقنا يليكم نوال سلام الله عليكم وحدتي وشوقنا يليكم نورتم الله المكان يا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم معانا ويا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم معانا ويا هلا فيكم يا هلا فيكم شقق خلاص يا حمودي يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب سريع الحساب نحمده ونشكره ونعبده ونوحده ونستعينه ونستغفره باسمه نبدأ
نبدأ حفلنا لهذه الليلة باستعانة وتبركا، فاللهم وفقنا لصالح القول والعمل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أبر الأبرار وخير الأخيار النبي المختار والنور المدرار، صلى عليه الله وعلى آله أفضل آله وعلى صحابته خير الرجال وأتباعه على دينه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الحضور الأكارم الفضائل، نرحب بكم في هذه الليلة، ليلة الأحد 26 من شهر شوال لعام 45 و400 وألف للهجرة. نرحب بكم في هذا الحفل، حفل زفاف آل الحاج وآل أبو داحس بثلاثة الإرسال، وهم محمد حسن بن لحاج وأحمد عبد الله بن لحاج ومحمد أبو بكر أبو داحس، فنهنئ ونبارك لهم ونقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير ورزقكم الذرية الصالحة ومن عليكم بسعادة الدارين. أيها الحفل الكريم، نجدد الترحيب بكم، فأهلا وسهلا بكم، أيا أهلا بكل الحاضرين، بكم ننسى معاناة السنين. نبدأ بسم الله فقرات حفلنا، ومع أول فقرة فيه، وهي فقرة الخير والبركة، فقرة كلام الله عز وجل، خير الكلام مبلغ المرام هادي الأنام، يتلو علينا من آياته ويشرف بها مسامعنا الأخ محمد عبد المنعم بن حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آيات ربي هزت الأسماع نالت بها كل القلوب نفاعا. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. الآن إلى كلمة الحفل يلقيها من على الشاشة الشيخ منصر بن نوح بن عبد المانع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحب أن أشارك في هذا الحفل الكريم وفي هذا العرس الميمون بشيء من الكلمات التي لعل الله تعالى ينفع بها. أولا، مسألة النكاح. هذا النكاح هو سنة المرسلين من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا القرآن الكريم ذكر لنا بعض الرسل الذين تزوجوا وأنه من سنن المرسلين.
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأيضا ذكر الله تعالى بعض الأنبياء وأن لهم زوجات، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فدل على أن نوحا كان متزوجا امرأة، وكذلك لوط كان يتزوج. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: زين للناس حب الشهوات من النساء، وقال: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وسبحان الله، إذا تأملت كلام الله وجدت أهمية المرأة بالنسبة للرجل. فالرجل يحتاج إلى حرث، ويحتاج إلى لباس، ويحتاج إلى سكن، وكل هذه الصفات، الحرث واللباس والسكن، موجودة في المرأة، كما قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم، والإنسان يحب الحرث. وقال أيضا: هن لباس لكم، والإنسان يحب اللباس. وقال تعالى: لتسكنوا إليها، والإنسان يحب السكن. فقط إذا تأملنا في فوائد اللباس ولماذا سمى الله تعالى المرأة لباسا للرجل، لوجدنا أن لللباس منافع كثيرة، أن لللباس منافع كثيرة، منها الستر والتجفئة والزينة ونحو ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وهو الانقطاع عن النساء وترك النساء ونكاح النساء. ولهذا كان من الأوائل من قال: إن النساء شياطين خلقن لنا فنعوذ بالله من شر الشياطين. فرد عليه الآخر فقال: لا، بل قل إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يحب شم الرياحين. فالإنسان الذي بلا مرأة يعني مكشوف وليس له ما يستره. ولهذا النكاح فيه فوائد يعني كثيرة جدا. ولهذا يقول بعض السلف: تزوجت امرأة ل30 نية، يعني تزوجت امرأة ونويت بها 30 نية صالحة، منها فقط على سبيل المثال امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بنكاح النساء، واثنين اتباع السنة، والله أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، النكاح من سنتي. وأيضا من هذه النوايا تحسير الشهوة حتى لا يصرفها في حرام، وكذلك تحصين فرج امرأة مسلمة وعفاف امرأة مسلمة، ومنع انتشار الفاحشة بين المسلمين، وتكثير النسل، واتخاذ الولد الصالح، والأجر في الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة، وكذلك العلاقة بالمصاهرة، فالناس بينها علاقة بسبب النكاح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، له نوايا في ذلك، منها تكثير الأصهار. إذن من تأمل في فوائد النساء أو نكاح النساء لوجد فيهن فوائد جم عظيمة جدا. وأيضا مما يذكر في هذه المسألة مسألة الخطبة. الخطبة معروفة، قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب النساء، وكان أحيانا يرسل من يخطب له امرأة، ولا يجوز الخطبة على الخطبة، ويجوز للخاطب قبل أن يخطب أن ينظر إلى المرأة، ما يسمى بالنظرة الشرعية، فهذا جائز. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
وأيضا في حديث عن سهل لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي، نظر إليها ثم طأطأ رأسه وقال الآخر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولكن العلماء قالوا لا يجوز النظر إلى امرأة أراد خطبتها إلا إذا غلب على ظنه القبول، أما إذا لم يغلب على ظنه القبول فلا يجوز له النظر، لأن النظر لا يكون لحاجة. وأيضا أنصح بعدم التوسع في مسألة التواصل بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة، فبعض الناس يترك الحبل على الغارب، يتصل عليها وتتصل عليه، وربما يتراسلون بالصور، وربما يكون إلى خرجة كما هو حاصل في بعض المجتمعات المنفتحة، وهي أصلا مغلقة ليس منفتحة، هذا إغلاق. الانفتاح هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للخاطب أن يختلوا أو أن يخلوا بالمخطوبة، فإنها ما زالت أجنبية، وكذلك بأمها. إذن ينبغي لنا أن ندرك هذه الأمور. وكذلك مما يذكر في هذا المقام وفي هذا اللقاء أن نعرج عن شيء من منكرات الأعراس، فإن الأعراس هذه نعمة والأفراح نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، الله يسعدكم إن شاء الله، والفرح جائز وعقبال العزابية، لكن لا ينبغي أن نغضب الرحمن على عرشه ونفرح نحن في الأرض. والنعم نعم الله، آمين إن شاء الله، فلا يجوز أن نستخدمها ونستعملها في غضب الله سبحانه وتعالى. فلا تجوز هذه المعازف في الأعراس ولا في غير الأعراس، ولا هذه الطبول. وكذلك لا يجوز كشف العورات عند الكوافير، بعض العرائس تدخل على الكوافير فتكشف كل عورتها من أجل أن تزينها، فهذا كله لا يجوز. وأيضا لا يجوز إزعاج الناس بإطلاق النار والرصاص الحي. حتى هذه المفرقعات لا ينبغي الإسراف فيها. نعم نظهر الفرحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلنوا النكاح، لكن لا ينبغي أن يكون بوابة لإزعاج الجيران والمرضى وإهدار الأموال وإضرار الأنفس وتقطيع الأعضاء كما هو حاصل. تنفجر هذه المفرقعات في أيدي بعض الأطفال فيتحول من فرح إلى ترح، هذا كله لا يجوز، وإنما خير الأمور أوسطها. أيضا لا يجوز تأخير الزفة إلى آخر الليل لإزعاج الناس. أيضا السفور وكشف العورات، النساء الزائرات واللواتي يشاركن في الحفلات لا ينبغي أن يكشفن العورات ويخرجن السافرات في الشوارع. أيضا التصوير، لا ينبغي التصوير للنساء في حفلات النساء، ولا يجوز الاختلاط في الشوارع والأزقة وركوب السيارات في غير مع غير المحارم، يحصل شيء من الاختلاط فتحصل الكوارث. أيضا الإسراف في كل شيء، في الوليمة، وفي الإسراف في غرف النوم، الإسراف في الغداء، الإسراف في كل شيء محرم. والتعطر للنساء، يخرجن متعطرات في الشوارع للأعراس، والخروج بلا مراقبة ولا حاجة، وترك الصلوات بحجة العرس. تجد في بعض البيوت الطبل يطبل على رؤوس النساء والمؤذن يؤذن، هذا فيه اختراق لكرامة الأوقات، فلا ينبغي أن نجعل من هذه الأعراس دخولا في محرمات الله سبحانه وتعالى. أيضا أنصح العروسين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يطبق السنة في مسألة الدخول. مبروك عليكم العرس يا شيخ محمد، فإن للمرأة حقوق، الله يتم فرحكم على خير إن شاء الله. دخل عليها يعطيك العافية، سلم عليها ووضع يده على رأسها، وأتى بالذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وأن يعطيها كاسا من الحليب كما فعل مع عائشة، وأن يضع يده على ناصيتها ويدعو، وأيضا يصلي بها ركعتين قبل كل شيء، تكون هي وراءه ويستاك حتى لا تشم منه رائحة وهي تستاك أيضا، ويأتي بالدعاء عند الجماع: اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا.
هذا ما أحببت أن أشارك به إخواني في هذا الحفل وفي هذا العرس الميمون. أسأل الله تعالى أن يعين الشباب في إعفاف أنفسهن، وأسأل الله تعالى أن يجعل من هذا العرس عرسا ميمونا، وأن يرزق العريسين أو كل عريسين ذرية صالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا الله ولا الكشاف. جزا الله الشيخ خيرا ونفع به. كنا وما زلنا معكم أيها الحضور الكرام الآن مع الأسئلة التي تبين الأنبغ من الألفغ، ومع الأخ إبراهيم عبد الصادق بن حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نهنئ العرسان ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. ثانيا نبدأ الأسئلة ونختار من الأشخاص 3 أشخاص. كبار ولا صغار ها؟ بدون فوضى، ما بنطلع حد الا احنا اللي قطن، بدون فوضى. كبار ولا صغار؟ اي واحد؟ 3؟ تعال انت. لا مو يا استاذ، بعدين تعال انت بعدين أسماءكم؟ علي أحمد الباحث، طريق من سعيد محمد علي محمد حداد. تختار من الحروف الأبجدية الألف والباء والجيم، أي حرف؟ الجيم. السؤال يقول: من هو قائد معركة حطين؟ خيارات أسئلة صعبة، المفروض تنطون خيارات. ما في خيارات. خالد بن الوليد أم صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين الأيوبي. إجابة صحيحة. استاهل. تعال خلاص استلم جائزتك. الألف من الباء. ما هي عاصمة فلسطين؟ ايوه إجابة صحيحة. ما جيت عليها بكسر راسك. الباء. ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ شو هذا؟ إجابة صحيحة. خلاص أحسنتم، جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا. الآن مع مقطع دعوي بعنوان جوال مقبرة الأجيال. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. طبعا للمعلومة الدخول لمحمد والأحمد بكرة إن شاء الله. اليوم الدخول لمحمد حسن بن لحاج، أما بقية العرسان يوم غد بإذن الله. الصباحية فنساء كأرك، لا يعبث بك هذا العبث. كن أذكارك ولا تنظر فيه إلا بعد أذكارك حتى لا تنساها، حتى لا تنام. وكذلك الحال بالنسبة لوردك من القرآن. إنسان يقرأ كل يوم جزء من القرآن، جاءت أخبار وجاءت أمور وجاءت أحوال، فصار يتابع قال اليوم لم أقرأ إلى نصف الجزء. هذا من خطأ هذا. وردك من القرآن هذا لا يعطلك عنه أحد نهائيا، لا جوال ولا غير جوال، إلا مرض وليس لك فيه حيلة. حتى لو سافرت اقرأ من حفظه، حتى لو أتيت إلى طبيب خذ معك المصحف، أو حتى إذا كان في الجوال أو غيره المصحف. لا يعبث بأعمالنا هذا الأمر. هذه أنفاس وأوقات وأيام نحن ونمضي من الحياة. يبني الإنسان في الميزان ما يجده بإذن الله تعالى في تثقيل حسناته. أما أن تضيع أعمار طلبة العلم بهذه الطريقة هذا مسار خاطئ يا إخوة. الحقيقة أنه فتنة، وأنه عبث بحياة الناس عبثا عجيبا، ولم يعبث بهم سلطان قاهر ولا
أحد كبير، جهاز صغير يعبث بحياة الإنسان حتى وهو يقود السيارة ينظر، حتى وهو في المسجد يتأمل، حتى وهو عند والديه ينظر، حتى وهو يقول أذكار يقول سبحان الله وبحمده ينظر به. أي ذكر هذا؟ أي ذكر تذكر الله تعالى وتدعو الله اللهم اغفر لي وأنت انظر فيه؟ كيف القلب سيجتمع القلب مع الإنسان؟ القلب أصلا يصاب بالغفلة ويعرضك الشيطان لعدم الخشوع في القرآن ويبعدك عن التركيز. كيف تأتي بمثل هذا؟ حتى بعض الناس يقول أذكار سبحان الله وبحمده وينظر في الجوال. هذا من أدب الذكر يا أخي، ينبغي أن يعلم هذا الجهاز لا يعبث بالرجال العقلاء طلبة العلم، تعطيه حدا وتوقف نفسك عنده، ولا تسترسل أخبار كثيرة ومتنوعة وفيها وين يكن تأخذ منها بقدر محدود. حتى بعض الناس على الأكل يأتي عند أهله وينظر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، لما كانت يده تطيش في الصحفة، حتى ينظر الإنسان إلى ابنه يقول تأدب يا بني، كل هذا الأكل حتى وهم على الطعام ينظرون فيه. سبحان الله العظيم إلى هذا الحد. ولهذا تعرف أن الفتنة أنواع، وأن من الناس من يفتن بمثل هذا. 7 ساعات ستمضي في جوال، 7 ساعات ستمضي في نوم، كم يبقى من عمر؟ تدري أن العمر إذا ذهب منه 8 ساعات في اليوم، إذا ذهب 8 ساعات في اليوم نوما، والنوم لا بد منه. كل واحد بهني الوافي، كل واحد. أتدري كم عمرك في 20 في 30 سنة؟ عامة كلكم راح نوم، لا أحد يلومك أن تنام، لكن سيمضي جزء من حياتك نوما. هذا أمر طبيعي عادي. سيأتي الجوال وسيزاحم النوم ويأخذ 8 ساعات، سيمضي ثلث عمرك في نوم وجوال. تقول واصل يوصل تاني يا الوافي يوصل. زيد حاول مثل هذا تختصر، هذا حق المحاضرات. ها؟ نعم. صار الآن مع الترفيه نشاهد معا مقطعا ترفيهيا بعنوان لعبة الحروف عبر الشاشة. ارحب يا ابو عقاب ارحب. اذكر حيوان بحرف الباء. جماد يا علوي بحرف السين. اذكر حيوان بحرف الجيم. جمل. اذكر حيوان بحرف الباء. اذكر حيوان بحرف الالف. ابيض. اذكر نوع من انواع الخضار يبدا بحرف الدال. دبه. جاب سمك. دولة يا علوي بحرف الجيم. دولة يا لطفي بحرف التاء. عاصمة تونس يا دبة. برلين. عاصمة اليمن يا علوي. اليمن. عاصمة الهند يا لطفي. باريس. عاصمة السعودية. عاصمة الجزائر. حيوان يبدأ بحرف السين. بهدلتهم. تمام. والله علوي. حيوان يبدأ بحرف الخاء. حيوان يبدأ بحرف الطاء. طاووس. حيوان يبدأ بحرف الدال. يا ابو عليا. حيوان يبدأ بحرف التاء. حيوان يبدأ بحرف الراء. رامي. حيوان يبدأ بحرف الشين.
حيوان يبدأ بحرف الشين. حيوان يبدأ بحرف الشين. واحد كان المفروض يقول ماء. تمام. موجود الماء يقول لك موجود. أكلة تبدأ بحرف الراء. رمان. أكلة تبدأ بحرف السين أبو عليا. أكلة تبدأ بحرف الكاف. أكلة تبدأ بحرف الميم. ليمون. أكلة تبدأ بحرف الميم. ميم. نعم، الآن إلى ترنمات الشعر والأدب من كلمات الشاعر أبو هارون الحوطي. لا صراحة له معجبين بو هارون والله. نهنئ ونبارك العرسان ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير إن شاء الله. يقول الهاجس وصل والتهاني رحبت مبروك للعرسان بالحاج مع اسطنبول. مبروك بوداحس والقوافي ترتبت وكل من عليه صلى كل هم بايزول. هنيت للعرسان من ذاك الجبل هنيت والتهاني رحبت وردها والحقول. يقول السمر بيطول بلطول السمرة مع السمار. حيا ضقافي جانا من العكرة بلطول المسمر لما يبصر البصار. مبروك للعرسان صلوا ب10 كل من صلى عليه يصلي على المختار. صح لسانك ابو هارون، صح لسانك ابو هارون. يا ليت قولي هل يفي لك أم يدي أيقظت آذانا وبعد فؤادي. جزاك الله خيرا أيها الجمع الحشيد. لكل منا في هذه الحياة حظه ونصيبه، فلنرى ذلك من خلال فقرة جرب حظك مع الأستاذ عبد العزيز باسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. وبعد نهنئ ونبارك الأرسال ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير إن شاء الله. فقرتنا جرب حظك. نظام شاركي كبار بس الأسئلة بس براهين سهل جدا. إبراهيم وأحمد عبد الله 6 بس أكرم موسى 6 أشخاص بس. هي بالهداوة هدوا شوفكم على الهواء مباشر. أي غلطة شوفكم محاسبين عليها. أسئلة سهلة تراكم على الهواء مباشر. اختار رقم هو سؤال وجائزة. تمام؟ إذا قلت مثلا رقم 6 سؤالك رقم 6 وجائزتك رقم 6. طبعا الأسئلة يعني هي مفاجآت. تمام؟ طيب تختار ايش من رقم؟ 8. لا 1 إلى 6. 4. شوف ايش السؤال حقك. يقول لك السؤال
فا صوتك. نطلب منك أن تطلب من الجمهور أن يصلوا على النبي 3. صلوا على النبي. صلوا على النبي 3 مرات. صلوا على النبي. طبعا الجائزة رقم 4 سجل هنا. الآن الجائزة رقم 4 سجل رقم 4. نبغى نشوف الجائزة ايه هذه. افتح الجائزة. عجل ولا ايه؟ أرنب. لا غير 4. غير 4. ما هو الحيوان المفضل لديك أو ولماذا؟ حيوان ما شاء الله ترتاح له وليه؟ يعني يعجبك؟ لماذا؟ أليف القطة مقتنيها معك عند البيت وتضيع شيء؟ ربينا يعني ربينا. الجائزة رقم 2. جرب حظك. أمامي مقطرة. تمام امورك. اختار رقم 1. سؤال طبعا هو جواب يعني سهل. مررت عند المسجد وقد حان وقت الصلاة والبعض يلهم، فهل من الصواب أن تأمرهم بالحسنى أن يدخلوا يصلوا أو تدخل تتركهم مشاهنهم؟ لا تأمرهم طبعا. شو؟ طبعا انصحهم. الجائزة رقم 1. فاز. شوف. بوبي. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نهني ونبارك للأرسان ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم على خير ان شاء الله. سهل أنا بقرأ. كان رقم 6 5 و3. عندما تدخل المسجد ولم يحن وقت الصلاة ماذا تفعل؟ دخلت المسجد ايش تسوي تو سنة شو؟ طيب الجائزة رقم 6. افتح. هذا كيس حراري الله يعينك. شوف. من الحبايب ايه ماشي معنا شيخ هادي. هذا جرب حظك. من عاد ننتهي منه. ايه ما انتهى الشوط. قلب العسل. ايه تكتب. جائزة حفاظ أطفال. نصيبة خليهم المستقبل إن شاء الله. 3. طيب أحدهم عطس في المجلس الذي أنت جالس فيه فحمد الله، فماذا تقول أنت؟ رحمك الله. الجواب صحيح.
طيب جائزة رقم 3. قرب الجائزة هنا. دقايق شلة جائزتك هذا. ايش هذا السهلاوي كيف شوف؟ دقايق تباعوا ولا انا بدلك. هذا حظه. حتى روح الجمهور. هذا تبعك السهلاوي. نصيبه انت الان سؤال حظك يعني اجباري. طيب سؤال، نطلب منك تلاوة سورة قصيرة صوتك. سورة قصيرة. خلاص هذا نصيبك. مرد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لا تضحك لا. ولم يكن له كفوا احد. الجائزة الله الخم. ايش هذا الجائزة؟ الخم. لا عبد نصيبه. هذا يرتوح ما هنا. جرب حظه. واحد. جزاك الله خيرا واحسن اليك. الان الى مقطع تقليدي بعنوان لعبة البط عبر الشاشة. ولد وراكم على دبة. هم يلعبون بالهذا. ولد طويل يكفي بس الآن نعود إلى بقية الأسئلة مع الأخ عبد الهادي عبد الله حلفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك للعرسان ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم،
وجمع بينكم بخير إن شاء الله. معنا 3 أسئلة، نريد 3 أشخاص. ما أي واحد يرفع يده ما بيلقط شيء. رجع بطلنا رجع وقع بطلنا. خلاص موجود هنا. ارجع هنا. اختاروا من الأرقام 1 إلى 3. في أي عام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسن. انطاه جائزة استاهل. ليه ما قلتم بالأسماء؟ اسمع من؟ 1 ولا 2؟ 2. ما هو طعامك المفضل؟ ايش الأكل اللي يعجبك؟ الله صريح. تكلم. روح. ما هو الفرق بين السماء والماء؟ السماء والماء. ما هو الفرق بين السماء والماء؟ ايوه. ايش في حرف ناقص؟ اشتري جائزة السين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ يا ليت شعري ماذا أقول. يا نايف خلي الفوضى يا نايف. يعني بدخل لك داخل جوال برويك. أيها الإخوة، في خضم الترفيه والفرح نعود إلى الترفيه ونسأل الله أن يتم أفراحنا بانتصار أهل غزة وفلسطين على يهود المكر والجبن، اللهم آمين. نشاهد معا مقطعا ترفيهيا بعنوان لعبة أكل التفاح من على الشاشة. مع الوضع يا نايف ايش نسوي؟ الوضع خلانا كذا. شوف عمك لطفي والبراعي وبالعيد. حافظ لطيف يا لطيف. هذا جارك يا نايف، جارك علمت انت هذا الاسلوب. انقلب فيل. يا الله. يا حافظ. اي دبة يا لطيف. ما شاء الله. ورا علوي ورا.
يا نايف، اذكر الله يا نايف، اذكر الله. والله راعي تعب. حتى خارج التفاحة هذه. أخيرا يا لطيف. سؤال على الطاير أخذ لك. هذه إن شاء الله لنا فيها إن شاء الله. موقف محرج حصل لك يا ابو بكر؟ موقف محرج حصل لي في مره من المرات، واحد عز علي قال لي عظم الله اجرك، قلت له شكرا. موقف محرج حصل لك؟ قبل المحور اقول لك ايوه، انا واحد ما يحتاج يذكر اسمه. ما قاعد نشتغل في الحبحب هذيك الايام، مو جانا واحد الله يعافيكم شيبه الله يذكره بالخير، قال لي حد عارف باللط يا جماعه، انا مع حدقات قلنا له بالله، واحد قال له اضبط تهويني لك، قال خلاص على بركه الله تعال برويكم المقعد. دخلنا المقعد الله يعافيكم، مو قال له خلاص على بركه الله، قال له كم بيكلف سمنت؟ قال له 6 قياس، قال له على بركه الله. قال له طيب معنا هذا حق الارض؟ قال له لا هذا الصلاة في الجدر الله يعافيك. كيف؟ شهرين تلقى في الجدر؟ قال لا احنا عندنا مضمون وكان 10 سنين ما تقول شيء. شهر قدام ثقيل خلقه الله يعافيكم، يلقى في الجدر النص. المهم خرجنا القهوه وعلينا بالخير تقيل العصريه، وشوي قال يا سماح نتلبى تقول بحر. ابن وجه الرجال قال اقسمكم بالله لما احترامي وخوفا من الله بقرح الراس حقكم، وخلاني يوم ونص مربطين كمان معاي. اقول هذا استغفر الله العظيم. موقف محرج حصل لك؟ والله موقف محرج حصل لي بليله دخول حق واحد يتم عندهم المقعد، وبقول له بارك الله لك وبارك عليك، قلت له عظم الله اجرك. موقف محرج حصل لك؟ والله واحد كان يا اخي يشتغل في السوق، يقول له يا اخي هذا ثمن، يقول له والله انها شروه. يقول له ثمن، يقول له يا اخي شروه. يقول له يا بالحلال شعار ثمن، تعرف انا ركبت الصيد انت، ورجال مصر انها شروه وهو ثمن. موقف حصل لك يا علوي؟ والله اتصل علي واحد من السعوديه وقال له الحمد لله على السلامه. الله يعين فيك النظر. ما كنت فيك النظر حلوة. لدينا الإخوة الممثلين يتفضلون يستلمون جوائزهم. أبو بكر الصفير، أبو بكر البراعي، فريد بن عيد، لطفي مجعل، علوي فيورا. فيورا ايه يا فيورا، خلاص ما حد يشيلون علم. فيورا وين جو؟ وين راحوا؟ عدهم ولا لا؟ موجودين. على طول في التعليقات فيورا، على طول. غلطة مطبعية. الصراحة يا دبة لك شعبية، والله لك شعبية الصراحة قوية، لكنك لا تصافى لا تهور. طبعا هذول الممثلين. سمد ده قال لك شروه مصر، قال لا باقي علوي. وين علوي؟ نعم خلاص علوي فيورا بكره بيجي شهر. وين حق دبة؟ اشياء دبة مؤشرة بني مليون مطرون اليوم. نعم، الآن إلى فقرة النشيد لصاحب الصوت الندي الأستاذ هاني جمال بايزين. هو هاني أتاكم.
تبغون هاني جاكم هاني. لا أحد يقوم ها؟ لا 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 قوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك ونهنئ للعرسان ونقول لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله. ألف حيا ويا مرحب بمن قد وصل للضيوف الأكارم في قلوبنا محل في الزواج المثالي. ألف حيا بكم ألف حيا ويا مرحب بمن قد وصل للضيوف الأكارم في قلوبنا محل. ألف حيا ويا مرحب بمن قد وصل للضيوف الأكارم في قلوبنا محل. نور الحي يا خلان بقدومكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم نور الحي يا خلان بقدومكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم ألف حيا ويا مرحب بمن قد وصل للضيوف الأكارم في قلوبنا محل. نور الحي يا خلان بقدومكم بالزواج المثالي. ألف حيا بكم عالمحب التقينا كلنا في العمل نغرس العفة في أبنائنا والأمل. عالمحب التقينا كلنا في العمل نغرس العفة في أبنائنا والأمل. سعدنا والفرح يا أحباب من سعدكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم سعدنا والفرح يا أحباب من سعدكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم ألف حيا ويا مرحب بمن قد وصل للضيوف الأكارم في قلوبنا محل. نور الحي يا خلان بقدومكم بالزواج المثالي. ألف حيا بكم محمد حسن يا حبايب نصف دين اكتمل والهنا والمودة والخير في الكون حل. بن حسن يا حبايب نصف دين اكتمل والهنا والمودة والخير في الكون حل. ندعي الله يتمم بالهنا فرحكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم ندعي الله يتمم بالهنا فرحكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم ألف حيا ويا مرحب بمن قد وصل للضيوف الأكارم في قلوبنا محل. نور الحي يا خلان بقدومكم بالزواج المثالي. ألف حيا بكم محمد أبو بكر فينا مثل ما نجم طل والتهاني تجينا مثل ما ضرها طل. من أبو بكر فينا مثل ما نجم طل والتهاني تجينا مثل ما ضرها طل. ندعي الله يتمم بالهنا فرحكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم ندعي الله يتمم بالهنا فرحكم في الزواج المثالي. ألف حيا بكم ألف حيا ويا مرحب بمن قد وصل للضيوف الأكارم في قلوبنا محل. نور الحي يا خلان بقدومكم بالزواج المثالي. ألف حيا بكم بن عبد
عبد الله أحمد فاح عطره وهل، والتحايا والإزهار واصله لم تزل. وبن عبد الله أحمد فاح عطره وهل، والتحايا والإزهار واصله لم تزل. جمل الله لياليكم وأيامكم في الزواج المثالي، ألف حيا بكم. جمل الله لياليكم وأيامكم في الزواج المثالي، ألف حيا بكم. في الزواج المثالي ألف حيا بكم. في الزواج المثالي ألف حيا بكم. في الزواج المثالي ألف حيا بكم. الله الله الله، ممتاز جدا ما شاء الله عليك. صوت ما شاء الله رائع من الشيخ هاني جمال باياسين، أجمل صوت صراحة. وصلنا إلى ختام الحفل. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك خلاص، واتبع هناك. لا تبريكات مواهنة لا أحمد أحمد التبريكات هناك. أحمد مجلس اسحب خلاص بس خلاص بس في قلوبنا محال. في الزواج المثالي ألف حيا بكم. ألف حيا. الله إن شاء الله أنتم استمتعتوا بالحفل وأرسال آل حاج وآل أبو جاحس. إن شاء الله سوف نغطي لكم تغطية ثانية بإذن الله الواحد الأحد. مع السلامة، نشوفكم على خير يا جماعة. في قلوبنا محال.